بص يا صديقي، وقبل اي حاجه انت دلوقتي كشخص لسه بادئ رحله الثانويه العامه جديد. فايه النصايح او ايه الحاجات اللي المفروض تمشي عليها؟ اول حاجه عايز اقولها لك، انت هتقابل في السنه دي حاجات هتواجهها، سواء انت كنت واجهتها قبل كده او لاول مره، هي هتكون حاجات مش لطيفه ابدا. هتواجه فعلا سهر الليالي زي ما بيقولوا، هتواجه مشاكل مع اهلك، هتواجه ضغط من المدرسين، هتشوف حاجات كتير هتكون رخمه عليك نوعا ما، مش هتستلطفها ابدا. اللي انا عايز اكلمك عنه بقى بعيدا عن ده كله، بما انك هتقابل الحاجات الصعبه دي كلها، اوعى تخلي السنه تضيع عليك على الفاضي. يعني ايه تضيع عليك على الفاضي؟ تضيع على الفاضي ده هل معناه ان انا ما اجيبش مجموع؟ لا يا صديقي، مش معناه ان هي انت ما تجيبش مجموع. ان هي تضيع على الفاضي حاجه مهمه جدا، وهي ان انت ما تكونش مستحضر النيه للتعب اللي انت تعبه ده كله من اول السنه، انه هيكون لله عز وجل. فاللي انا بقوله لك ان انت من وانت دلوقتي، اول ما السنه بتبدا اهو، لسه السنه بتبدا معاك، لسه بتمر بالحاجات دي او لسه هتمر بيها، استحضر دلوقتي نيتك ان كل مذاكرتك وكل التعب ده انت هتستودعه عند الله عز وجل، وهتخليه لي بحيث لما تخلص السنه تلاقي فعلا اجر الحاجات دي كلها. حصلت حادثه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلنا عارفين الهجره قد ايه كانت حاجه صعبه، وان انت تسافر من المدينه لمكه دي كان يعني حاجه ما فيش منها، لدرجه ان كل الصحابه كل واحد فيهم عنده قصه في الهجره، الرسول نفسه عنده قصه في الهجره عليه افضل الصلاه والسلام. عمر بن الخطاب كلنا عارفين الجمله الشهيره ليه: من ارادت ان تبكي عليه امه فليلحقني. هو الوحيد اللي قال كده. بس ما عدا ذلك الهجره كانت صعبه، فالصحابه عشان يقدروا يهاجروا من مكه للمدينه كانوا بيتجمعوا سوا، 15 رجاله 11 راجل سوا، وياخدوا بعضهم ويطلعوا من مكه للمدينه. آه، اللي حصل ان في 15 كده كانوا متفقين يسافروا من مكه للمدينه يهاجروا. جالهم واحد وقال لهم انا هنضم ليكم وعايز ادخل الاسلام و الى اخره. طبعا الصحابه استقبلوه ورحبوا بيه وفرحوا بيه جدا وخدوه معاهم لحد ما وصلوا للمدينه. بعد ما وصلوا المدينه لا لقوا منه اسلام ولا لقوا منه الكلام ده كله، كان كل اللي هو عايزه ان هو يروح يتزوج امراه في المدينه مش اكتر، وما كانش عايز اي حاجه من الهجره. ساعتها الصحابه الخبر انتشر من مدينه لحد ما وصل مكه، وجه جماعه من الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، يعني ده كده هيتساوي معانا في الاجر، وهياخد ان الله عز وجل نزل ايات عليه في الهجره يا رسول الله، طب ازاي يعني؟ ده ما تعبش زينا ولا عمل اي حاجه. ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قام قايل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته لما نوى. انا بحكي لك القصة دي كلها عشان اقول لك ان انت دلوقتي بادئ رحلة زي الهجرة بالظبط، فخلي نيتك فيها كاملة تكون لله عز وجل.